نعم. طيب التحذير من المخالفين يا شيخ الذين يحذر منهم العلماء، لا سيما أنهم صاروا الآن يتقلدون مناصب في الإفتاء. يعني تغير حالهم. نعم. الحمد لله. وإن لم يتغير حالهم فكونهم في المنصب لا يغير الحكم. نعم. أبدا. يعني الشيخ كونه ترقى أو تعين في منصب صار قاضيا أو وزيرا أو مديرا أو وكيلا لمدير أو لوزير أو نائبا ونحو ذلك، هذا لا يرفع عنه الحكم الذي حكم به عليه بناء على مخالفته لما عليه السلف. نعم. الباب الآخر هو المداراة إذا خيف منه وخشي منه أن يتسلط على أهل السنة. فهذا باب آخر، باب المداراة باب آخر. أما باب التحذير وبيان ما عنده من الغلط والانحراف فهذا واجب على الكفاية يقوم به المتأهلون لذلك. ويبينون ذلك بالطريقة المناسب وبالأسلوب الحسن والعلمي. طيب شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ أحمد بازمول والشيخ حفظه الله والشيخ أبو بكر يوسف العويسي حفظهم الله حذروا من الصادق الغرياني، هذا الآن اللي له منصب الإفتاء في ليبيا. فهل يقال أن هذا الجرح من باب جرح الأقران؟ يعني تناقشت أنا وبعض الشباب من العامة فقالوا أن لا، هذا جرح أقران ولا يؤخذ به. فهل هذا جرح أقران يا شيخ؟ هذا كلام من لا يعلم هذه الكلمة ولا يعرف معناها. وأنا قد قرأت للصادق الغرياني جزءا صالحا من الكلام الذي كان ينشره في موقعه قبل أن تأتي الثورة في أيام القذافي. فهو رجل منحرف. أي نعم. ولو تقلد الإفتاء ما دام على هذا فهو منحرف عدو لدود للسلفية وللدعوة السلفية. والله يصف ولو تقلد الإفتاء. الله يصف السلفيين يا شيخ بأنهم متشددين ومتعصبين. يصف السلفيين الصادق الغرياني يصف السلفيين بأنهم متشددون ومتعصبون. أنا رأيت له أكثر من ذلك. قرأته في موقعه، لا قاله لي فلان ولا فلان، وإنما رأيت ذلك في موقعه الرسمي من كتاباته وتواليفه مما يدل على أنه منحرف، وانحرافه لا يرفعه عنه كونه تولى في هذا الوقت. حتى في الأحداث يا شيخ سمعنا ليه كلام عجائب والله، يقول بأن الخروج في مظاهرات سلمية تضامنا مع المدن المحررة صار فرض عين وكأنه من الدين والعياذ بالله. عاد أضيف هذا على ما تعلمونه أنتم. طيب.